النهاردة الريفيو بتاعنا هيكون عن الماسكرا او التريتمنت بتاع ريتيلدا، وده كده شكله. المفروض طبعا ان ريتيلدا دي ماركة مصرية، وده اللي مخليني اطلع اتكلم عنها بكل ثقة. الماسكرا دي المفروض ان هي بتعمل ايه؟ دي تريتمنت للحواجب وللرموش. الماسكرا دي انا جربتها في وقت قصير جدا، يعني انا جربتها حوالي اسبوعين، يعني انا مداومه عليها لحد دلوقتي حوالي اسبوعين. عايزه اقول لكم في الاسبوع الاولاني من اول اسبوع لقيت عليها نتيجه كويسه جدا. انا كان بقالي فتره ما بهتمش خالص ولا بحواجبي ولا برموشي، فكانت رموشي كانت عماله تقع. لما جربت الماسكرا دي لقيت نتيجه، خصوصا بالنسبه للرموش. يعني انا حواجبي لما حطيت الماسكرا دي على حواجبي بصراحه حسيت ان هي بتكثف الحواجب أوي، بس الرموش بصراحه كانت نتيجتها حلوه قوي. عايزه اقول لكم الماسكرا دي مكوناتها ايه. المفروض ان هي مكونات او جيرمان انجريدينتس، يعني مكونات المانيه. المفروض ان هي فيها ارجان اويل، وفيها جوجوبا اويل، وفيها فيتامين اي، والمفروض ان هي فيها سويت الموند اويل اللي هو زيت اللوز الحلو. هي فيها مجموعة زيوت حلوة قوي عشان تقوي الرموش والحواجب، وهي مكتوب فعلا عليها كده. المفروض ان هي مكتوب عليها ان هي بتخلي الحواجب والرموش اطول واقوى، وبتقوي كمان الروتس بتاعة الشعرية عشان ما تقعش بسهولة. الماسكرا دي حجمها 10 ملي، حجمها على فكرة كبير جدا. انا استخدمت الماسكرا دي يا بنات حوالي 3 اسابيع، وبصوا تقريبا ما خلصت منها الا حاجات بسيطه، فهي بتقعد فتره كبيره قوي. ده شكل الفرشه بتاعتها. الزيت اللي جواها او السيروم اللي جواها ملهوش اي ريحه او ريحته بسيطه قوي، بس عايزه اقول لكم فعلا نتيجه الماسكرا دي حلوه للرموش وللحواجب، بترجع الرموش والحواجب لطبيعتهم. يعني انت لو طبيعه رموشك وحواجبك كويسه ومع الوقت بقى ابتدى الشعر بتاعهم يقع، فانت بالماسكرا دي وبمجموعة الزيوت اللي فيها تقدر ان هي ترجع لك رموشك وحواجبك زي الاول وتحسنهم لك جدا. الماسكرا يا بنات بتقعد فترة حلوة جدا، يعني بتقعد معاكي فترة طويلة، وطول الوقت ريتيلدا عاملة عروض على الماسكرا دي، فانت ممكن تلاقي 2 مع بعض عليهم اوفر، تقدري انت وصاحبتك او انت واختك تجيبي العرض ده. اسعارهم حلوة قوي ونتيجتها كويسة قوي. زي ما قلت لكم في اسبوع واحد حسيت ان رموشي فعلا طولت. هي فيها عيب واحد بس لازم اتكلم عنه، وانا بصراحه لاحظته وكنت في الاول مش واخده بالي ان هو من السيرم ده. ايه هو العيب؟ العيب يا بنات ان هو اي زيت بيتحط على الرموش دايما هتلاقي ان الزيت ده بيسمر المنطقه اللي حوالين العين. فللاسف احنا طول الوقت بنحاول ان احنا نعالج الدارك سيركلز، بس الزيوت عامه سواء الماسكرا دي او اي زيت، لو انت حطيتي زيت خروع او زيت لوز او ايا كان نوع زيت على رموشك هتلاقي فعلا ان في اثار سلبيه، وهي ان ممكن يغمق لك المنطقه اللي حوالين العين. ده اللي عمله معايا السيرم ده. للاسف بعد اول اسبوع حسيت ان المنطقه اللي حوالين عيني اغمقت، فانا بصراحه ما جاش بالي السيرم خالص. فلما ابتديت اربط الاحداث ببعض حسيت ان فعلا السيرم هو اللي بيغمق المنطقه. فاحنا يا بنات عشان نتفادى موضوع الهالات السوداء ده او الغمقان اللي بتعمله الماسكرا دي، مش هنعمل كده ونحط كده على الرموش على طول، لا، هناخد الماسكرا كده وبصوابعنا هناخد الزيت عليها او السيرم ده، وهنبتدي ان احنا نمشيه على الرموش بحيث ان احنا ما نحطش كميه كبيره من السيرم ونغرق الرموش. فالزيت ده او السيرم ده هيخش جوه عينينا طبعا يأذيها، وكمان هيعمل لنا هالات سوداء حوالين العين. فانت خدي بالك من النقطه دي، احنا مش عايزين نعالج حاجه ونبوظ حاجه تانية، فهنستخدمه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، بحيث ان احنا نستخدم السيرم وناخد نتيجه كويسه لرموشنا، وفي نفس الوقت ما نعملش الهالات السوداء او الدارك سيركلز اللي بتخلي شكل العين شكلها مش مظبوط. بس بصراحه المسكره دي تستاهل التجربه.